السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. وأخيرا حنزل لكم هذا الفيديو لأن هواي طلبتوا مني، مو بس طلبتوا مني، هواي قالوا معلي لا تكذب، ليش؟ لأن تريد مشاهدات. يعني يا ريت تقولين هيجي روح تابعي الانستا مالتي، لأن الانستا مالتي دائما أشارك لحظات اللي أني أسويها، يعني شلون نقول جديدة. فتابعي الانستا مالتي حبيبتي حتى تعرفين اني كذابة ولا لا. فحبيبتي هاي من المطار فيينا والطيارة، ودي أول مرة راح أصعد الطيارة وحجرب الطيارة. فحبايب قلبي يلا وصل لهنا حطوا لنا اللايك، وإذا عجبكم القناة اشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل. فهذا الفيديو يوم اللي قلت لكم اني كان آخر فطور ويا أولادي، وللأسف في أكو تعليقات سلبية. بصراحة عفتهم، بس يعني يجي يوم أكيد راح أنزل الفيديو، بس أتمنى إنه أنتوا الأكثرية اللي تكذبون الواحد تابعوا أنسة الشخص اللي تكذبوه حتى يشوفون يومياته ويشوفون شو اللي شاركه. المهم عوفونا، خلونا بهاي اللحظات الحلوة كنت عايشتها أني، ولي أول مرة أجرب أصعد الطيارة بصراحة. وين كان سفرتي؟ كنت رايح لألمانيا. طبعا الأكثرية عبالهم أنهم بألمانيا. حبايبي هي من قناة يوميات عائلة عراقية في النمسا. فألمانيا هي حدودية يعني ويا النمسا، فرحنا لألمانيا، سافرنا ظلينا 3 أيام ورجعنا. رحنا وين؟ رحنا المدينة، راح يسألوني وين رحتوا؟ رحنا المدينة اسمها كولن، هي قالوا مدينة سياحية، وأكيد راح أحكي لكم شنو الإيجابيات والسلبيات بألمانيا. مو بس ألمانيا، رحتها حبايبي، رحت أمستردام اللي هي عاصمة هولندا. راح تقولوا لي زين شلون رحتي؟ أكيد كلها راح تعرفوها بالفيديو، فخليكم ويا الأجواء الحلوة والطيران الحلو. راح تقولوا لي جود الطريق من فيينا الكولن تقريبا ساعة وربع، هو بس بين ما يهبط بالنهاية يصير ساعة ونص تقريبا، فساعة ونص يعني حلو. يعني ممكن ما أروح بالسيارة 7 ساعات 8 ساعات وتعب، لا فعلا الطيران كلش حلو وشغلة حلوة. احنا همين أجرنا هنا سيارة حتى نتنقل بيها من نفس المطار. راح أقول لكم كل شيء بالتفاصيل. يعني احنا أجرنا حجزنا طيران وحجزنا فندق وحجزنا سيارة من نفس البرنامج اللي هو اسمه بوكينج، اللي طبعا أكيد راح يسألني عليه. فأجرنا هم سيارة مع 3 أيام إنه نتنقل بيها، أحسن ما نروح مواصلات راح تكلفنا أكثر. فكلها هاي حجزناها لي قدام، بس رحنا دفعنا تأمين مال السيارة. وهاي الكنيسة مال كولن المعروفة، الكنيسة المحروقة، طبعا هي يعني كلش العلو مالتها ارتفاعها كلش عالي. أجواءهم كانت غيم وبرد، بصراحة ما حبيت أجواءهم نهائيا. يعني احنا كنا هنا بالعاصمة فيينا أجواءنا كان صيف، هم الأجواء عندهم باردة وهواء عالي. فهي المشهورة بها كولن هاي الكنيسة المحروقة. وهم دخلنا أكيد داخلها وشأننا شمع. فالمهم حبايبي خلي أكملكم على الشغلات اللي حتستفادون منها. فحجزنا طيران وحجزنا فندق ما 3 أيام، وحجزنا السيارة هم ما 3 أيام. دفعنا عليها تأمين 250. هذا التأمين أكيد يعني بعد ما ترجع السيارة ويشوفون شنو بيها، فاحتمال يرجع كامل أو احتمال لا. نقدر ندفع 130 يورو بعد حتى تأمين كامل على السيارة مثل من الحوادث، بس احنا قلنا ماكو داعي ندفع لما يرجع هذا، بس دفعنا تأمين 250. وإيجارها ما 3 أيام 109. وأكيد يعني إذا سيارة بنزين أو غاز احنا راح نخلي لها، فأخذناها مفولة لازم نرجعها مفولة. فكل هالشي على شي كلفتنا السيارة تقريبا 250 يورو. يعني رحنا بيها الكولن، رحنا كراكنفورت، ورحنا البون، ورحنا أمستردام اللي هي عاصمة هولندا بهاي 3 أيام. فيعني بالعكس كلش حلوة هاي الفكرة، إنه واحد يأجر سيارة ويتنقل بيها أحسن ما واحد يروح مواصلات. وأنا الحمد لله زوجي يعني عنده إجازة، فعلى الإجازة مالته أخذنا السيارة. والسيارة طبعا ما شاء الله آخر موديل 2024، سيارة ما ماشية يعني مواصفات كلش عالية. حلو كان بيها. فهسه راح أحكي لكم شنو السلبيات اللي شفتها بألمانيا وشنو الشغلات الإيجابية. طبعا السلبي اللي هو درجة أولى بألمانيا إنه عندهم السريع مفتوحة السرعة، هذا كلش كرهته. لأن إحنا هنا عندنا بالنمسا 120 130 أكثر شيء، هم عندهم السرعة كلش مفتوحة. السياقة مالتهم ما أحكي لكم. يعني أنا كل ما أنتقل لفد مكان
أو من رحنا لأمستردام أو من رحنا لمقاطعة ثانية ومحافظة ثانية، أنا إيدي على قلبي. يعني شلون واحد يروح بهبطة ويرجع بهبطة بهذا الشكل، لأن طرقهم هي عبارة عن سريع بسريع، سريعهم مفتوح يعني أقصى درجة يسوقون بيها. فهذا الشيء كلش ما عجبني، أسوأ شيء عندهم بألمانيا بصراحة، ونهائيا ما عجبني. قلت لكم أجواءهم يعني اعتيادي، هو الشتاء يومين متغير شكل. طبعا هاي ثاني يوم احنا رحنا أمستردام. أمستردام عاصمة هولندا. راح تقولوا لي قد تبعد عن كولن؟ 2.5 ساعة حبايب، مو هواية بالسيارة. الحلو بهولندا سرعتهم بالسريع أكثر شي 100، يعني هذا كلش حلو. السوق واحد براحته، يعني عندهم سرعة ثابتة 100، ماكو تزيد وتنقص، لا سرعة ثابتة 100. الشيء المحلو طبعا شوف هاي المرجوحة على ارتفاع كلش عالي، على اساس بنتي تصعد لها قالوا لها دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة لازم تصعد لها. هاي البناية طبعا مال زها حديد، اكيد معروفة بامستردام، هم حبيت اصوركم اياها. راح تقولون شلون داخلها؟ داخلها كافيه وداخلها متحف وداخلها سينما، وهاي الاجواء مالتهم طبعا كلش حلوة امستردام، يعني زي ما تتوقعون حلوة، بس الشيء المحلو ما عجبني بيها مو نظيفة، مو نظيفة. لازم انا احكي كل دولة. وطبعا ها حبايبي وعندهم الباسكلات كلش هواي، لان ان شاء الله حلو محلو ثاني عندهم يعني من واحد يخلي السيارة في مكان. عندهم البارك مال السيارة كلش غالي، يعني 12 ونص 15 يورو على الساعة الوحدة. فكانت البارك شاي مالتهم البارك يعني مال السيارة كلش غالي، بس هي كمحافظ العفو كعاصمة كلش حلوة. وبصراحة قلت لكم شغلة ثانية، شفتها مو نظيفة هواية، كانت اكو يعني شوارع شفتها ما معتني بالنظافة، مع العلم هي العاصمة، نقول احنا واجهة الدولة فلازم واحد يعتني بيها، بس هي كشكل كمدينة كلش حلوة حلوة يعني زي ما تتوقعون، بس بيها الغلا كلش غالية. وثاني شيء لكم يعني بصراحة شوف شيء يعني ما بيها نظافة، وما شاء الله العالم بيها ما احكي لكم. عندهم الباسكلات يعني كلش هواي، لأن قليل ما واحد يستخدم السيارة، لأن السيارات عندهم من يوقفون بمكان البارك شاي مالتهم كلش غالي. فهاي حياتهم بصراحة. أنا رحت لهم كم ساعة فأخذت فشي مختصر عنهم، وأكيد هناك راح يعني يقولوا لي صح كلامك، لأن أكو بعض هناك كتبوا لي منورة معلقة وقسم حتى عبالهم بعدهم ضالة، وقالوا لي تعي فطري يمنا. قلت لهم لا حبايبي أنا يوم واحد ورجعت نفس اليوم، يعني ما ظليت. فهاي امستردام، بس هي كجمالية لا بصراحة كلش حلوة. طبعا هنا هاي ثالث يوم رحنا لكرانكفورت، هاي عاصمة العفو محافظة من محافظات ألمانيا. هذه بها الجسر هذا معروف مال القبالة، الجسر العشاق يسموه طبعا ما احكي لكم كمية القبالة اللي بيه مو طبيعية. هاي يعني المخطوبين الحبيبين يقفون القبالة وكاتبين عليها أساميهم أحرفهم، أكو قسم يحطون مثلا يوم الخطوبة مالتهم. فبصراحة يعني أنا هذا أول مرة أشوف الجسر، وأول مرة أروح ألمانيا، ما راح لألمانيا بصراحة. فراح تقولوا لي يعني حتكررين نروحها نفس الأماكن؟ لا ما أكررها، لأن هيك أماكن بصراحة يعني واحد يروح لها يوم واحد كلش كافي، مو مال يظل أسبوع بيها، لأن ما بيها كلش أماكن سياحية هواية. أنا هاي كنظرية من عندي، بعد ما أعرف الباقيين ايش حيقولوا لي صح أو لا. وشوفوا شنو شفت، وهي القفالة شفت علق قلت لازم أصوره، يعني قلت شوف العلق واصل لألمانيا وبالجسر مشدود. فبصراحة يعني كولن كلش كافي يوم واحد يروح لها، لأن هي ما بيها بس الكنيسة، يعني هي حلوة مو حلوة بصراحة، نظيفة، بس يعني مو مال إنه واحد يروح يظل أسبوع كامل بيها. وكراكنفورت هم حلوة معروفة طبعا بالعمارات الناطحات السحاب، وهذا الجسر مال القفالة هم حلوة كلش بصراحة وعجبتني، بس همين يعني ما حكرر مرة ثانية وأروح لها، لأن أكو أماكن يعني أنا رحت لكرواتيا عدة مرة ثانية وكررت رحت لها، لأن كرواتيا يعني جمال كلش حلوة. فبصراحة يعني كرأي مني أنا كولن كراكنفورت مرة واحدة كلش كافي، بعد ما أكرر أروح الهند، بس هن حلوات بصراحة ونظيفة. امستردام قلتوا لي أكرر أروحها، لا أكرر رغم إنه قلت لكم غالية وهاي، بس حلوة ووقت كان كلش قليل أنا من رحت لها، المفروض يعني أظل 3 أيام 4 بصراحة حتى أشوفها زين.
فالمهم كانت يعني رحلة نقول احنا قليلة بس كلش حلوة. يعني بصراحة غيرت جو، جربت تجربتي بالطيارة سعودي لأول مرة. يسووا له خبزتينة بس شعور كان كلش حلو. كنت كلش بصراحة بداية خايفة، بس لا والله لا اكو خوف ولا اكو اي شيء. حلوة الاجواء، ووقت قليل وصلنا، يعني شيء حلو. فحبايبي يعني هاي شغلات انه اتمنى ان تستفادون منها اللي قلت لكم اياها، انه يدرون نفس البرنامج، يحجزون طيران، فندق، وبالاضافة الى سيارة. حلو واحد يتنقل بالسيارة احسن ما مواصلات، وتشوفون شلون المواصلات ووين تلقوها، وما تعرفون يعني شوية صعوبة تعرفون غير دول. فالسيارة لا، احط الGPS وامشي عليها، وهذا هو. مجرد احنا بس حطينا لها، كانت هي السيارة بنزين، قلت لكم سيارة ما شاء الله 2024 سيارة حديثة وكلش حلو. يعني مجرد تأمين، والتأمين إذا ماكو شيء أكيد راح يرجعوه. يعني الدفع مالتها على البنزين كله صار 250 يورو. وإحنا رحنا يعني هم كولن هم بون، ورحنا كرانكنفورت، ورحنا أمستردام، يعني كل زين بالنسبة المبلغ. فهاي الأجواء بالطيارة والغيوم كل شوية شكل ما شاء الله. خل اراويكم ورداتي هاي للكذابات يقولن علي. شفتوا الوردات صورتها على ميز الطعام ورا ما رجعت؟ شوفوا نفسها، جبتها وياي، قلت لازم اجيبها. هاي جبناها من كرانكنفورت، جبتها طبعا بنتي خذت لي اياها، قلت الا اجيبها وياي للنمسا. فجبنا ورداتنا، فانتوا شفتوها على ميز الطعام ويا ما فطرنا، شوفوهن نفسهن. شوفوهن، يلا جبناهن ويانا. طبعا كلش عجبتني لان هيك بقع باللون الابيض. فهاي الاجواء والغيوم وما شاء الله يخبل. طبعا وصلنا للنمسا، هذا طبعا بالرجوع. شوفوا الشمس، شوفوا الاجواء، يعني ما احكي لكم شلون حلوه. ومن رحنا كلها غيم ومطر، يعني 3 ايام بس غيم ومطر وبرد، ولو يعني استمتعنا، لان يعني لازم واحد يطلع ويشوف الاجواء حتى لو بارده. مو معقول انه اظل بس بالفندق. وهنا قلت لكم يعني شوفوا حتى غيم ماكو. هاي دخلنا لفيينا، شوفوا حتى غيم ماكو، يعني حتى المدن المناطق الزراعية كلها مبينة. شعور جميل بالطائرة. وهنا انطيت رأيي بالطيارة، لان كانوا كلش خايفين انه اني يعني اكون خوافة، خاف يعني يصير ما يصير. ما تخوف غير هي كلش حلوة. يعني عمي قلت لهم لا تخوف ولا بد. وهناك كنت كلش مريضة ومفلاونزا، قلت لكم لما رجعت فلاونزا من الجو مالتهم، مو بس الجو، انا هم كان ابو علي فلاونزا فنعديت من عنده. فابو علي راح فلاونزا، انا رجعت فلاونزا. وهسه هبطنا ووصلنا الى مطار فيينا. وباع الاجواء شلون حلوة وتخبل. شفتوا هناك الاجواء شلون كانت، وباع هنا الاجواء عندنا. عمي هنا اجواءنا عوالق صيف، يعني جو كلش حلو عندنا. فهذا مطار فيينا حبايب قلبي. ورجعنا يعني سفرة كلش قليلة بس حلوة كانت، غيرنا أجواء، شفنا مناطق حلوة همين جديدة، ولازم واحد يشوف يغير، ما يظل بس على مدينته. فهاي قلت لكم كانت أول سفرة إلي، والحمد لله والشكر. وأتمنى فيديو اليوم إعجابكم، وأي شي هم إن شاء الله سفرات شي أنزلكم يا حبايب قلبي. ولهنا وأقول لكم مع السلامة للجميع.